السلام عليكم، فيديو جديد في قناة عنبر 7 وعودة بعد فترة غياب. اخدنا كده اجازة وكنا بنحضر لكم افكار نقدمها الفترة اللي جاية، ورجعنا اهو مع بداية الدوريات. والحقيقة السبت اللي فات لسه الدوري المصري كان خلصان، ولمحبين الارقام القياسية الدوري المصري كده قعد سنة وشهر واسبوعين تقريبا. في الفترة دي اتلعب نسختين دوري امريكي، اتلعب اولمبياد، يورو، افريقيا، اتلعب كل البطولات واحنا لسه ما خلصناش. ودلوقتي لسه كاس مصر شغال، والاهلي انسحب، الزمالك خسر، معرفش ايه. عندك لسه في شهر 10 الدوري الجديد، لسه عندك كاس السوبر المصري وعندك كاس سوبر افريقيا. يعني يا دوب اللعيبه هتاخد اسبوعين اجازه بس، اللي هم اصلا المفروض يبقوا تحضير الموسم الجديد. ففي عشوائيه، وهي دي مصر. وعندك بقى الناحيه الثانيه الدوريات كلها بدات خلاص. شفنا السوبر الاوروبي، ريال مدريد، شفنا الحوارات دي كلها. وهيبقى الاسبوع الجاي في حلقه الدوري الانجليزي اللي هي الحلقه الموسميه، التوقعات ومش عارف ايه والكلام ده كله. وهيبقى في حلقه عن التشامبيونز ليج، النظام الجديد. التشامبيونز ليج مبقاش خلاص مجاميع والكلام ده، لا اتغير خالص. فانا قررت ان العوده تبقى خفيفه، وهتكلم عن قمه الجوله سيتي وتشيلسي، وهتكلم عن حاجه كده في محليه في مصر عن الزمالك والاهلي. فتعالوا نبدا ونشوف معانا ايه. نخش بقى على طول في قمه الجوله سيتي وتشيلسي. والحقيقه انا مش مختار اتكلم عنه عن الماتش نفسه، انا مختاره عشان اتكلم على سيتي وتشيلسي، لان الكلام عليهم كتير، صفقات، تغيير مدرب، معرفش ايه. عكس بقيه الدوري، حاسس ان الدوري ابتدى هادي. ليفربول كسب، ارسنال كسب، مفيش حاجه تتكلم عنها جديده، خصوصا ان في حلقه هعملها الاسبوع الجاي شامله عن الدوري الانجليزي كله. تعالوا بقى نتكلم عن سيتي وتشيلسي كده. السيتي بدأ بداية طبيعية، كان عنده رودري بس هو اللي مصاب من ماتش انجلترا لو فاكرين. عندكم فريق تاني طبيعي، جفارديول، ادرسون اللي قرر انه يقعد ما يمشيش. عندك كوفازيتش اللي انتوا عارفينه. فعشان بيريح من اليورو فودن ووكر، قرر انه يبتدي بسافيو ودوكو. بس كان في غلطه معموله الشوط الاولاني وكل اللي لاحظها، ان سافيو بيلعب شمال ودوكو بيلعب يمين. سافيو كل ما يحاول يقطم لبره يلاقي نفسه على يمينه ومش عارف يعمل حاجه، يروح قاطم تاني ومعرض لهالاند مثلا او حاجه. دوكو الناحيه الثانيه قدام كوكوريا مستواه مقبول. كان سائد قدامه بصراحه، ودوكو متحرس عايز يقطم على البعيده يلاقي شماله مش شغاله، يقطم على القريبه كوريا يشيلها منه. فكانوا الاثنين مش مستريحين. فجاي جوارديولا على الدقيقه 20 كده راح قلب الاثنين. الماتش فرق جدا، خلاص السيتي ابتدى يتحرك، ابتدى الناس كلها على عدلتها، لحد طبعا ما جاي الجون الاولاني وهالاند راح رازع جون. بصراحه هالاند يعني شكله الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات، حتى قراراته يعني المفروض كان يشوط على طول، لا اخدها وراح دخل وعمل لوب. معرفش ده عند في كوريا ولا ده كان يعني هو اتطور او كده، فهنشوف طبعا. فالسيتي كان بالنسبه لي طبيعي. بدايه سافيو كده عارفينه من جيرونا في الدوري الاسباني، لعيب كويس، لعيب بيدافع كويس، لعيب بيهاجم حلو. بس ما تنتظرش منه حاجه زي صلاح اللي هو ايه، انه يبقى هداف وبصير. لا، سافيو ممكن يطلع باسيستات كويسه جدا، اللي هو في المرتدات مثلا يروح معرض لهالاند، يباص لدي بروين على ال 18. يعني هو لا، تيم بلاير، مش اللعيب الفردي اللي انت جايبه يلا انا هعكشت 5 6 واخش اكسر الشبكه. لا يعني حتى تحس ان فريشاته مش قويه قوي. يعني حتى مع جيرونا كان اقوى حاجه عنده عرضياته لدوبفيك، حتى هداف الدوري اصلا هو دوبفيك بسبب اسيستات سافيو. فهو لعيب للمنظومه، ما تنتظرش منه بقى ايه اللي هو اللاعب الفردي ان انا بنمبر 1. لا، مش هتلاقي عنده الكلام ده خالص. دي كانت اول نقطه في السيتي، موضوع سافيو. النقطة الثانية، انت هتعمل ايه يا جوارديولا لو رودري وهالاند اتصابوا؟ انت جوندوجان شفنا الاخبار اللي فاتت انه رجع، بس جوندوجان رقم 8. هتعمل ايه؟ هالاند لو اتصاب، الفاريز راح اتلتيكو 80 مليون، هتعمل ايه؟ فدي اسئلة لجوارديولا لازم تتسأل، لان ده يفرق معاك في الموسم. شغل بقى تقسيمة ستونز لو رودري اتصاب ومعرفش اقفل بقى كانجي ورا بالكلام ده. لا، انت فريق معاك فلوس، فريق عايز يكسب كل البطولات، فانت مش محتاج تزنق نفسك الزنقه دي. وشفنا الموسم اللي فات لما رودري اتصاب في نص الموسم ايه اللي حصل. تعال نروح بقى على الناحيه الثانيه على تشيلسي. وتشيلسي الكلام عليه كتير قوي. اولا انت جايب مدرب جديد، جايب فرقه يعتبر كامله جديده، والحقيقه انا مش عارف خطه تشيلسي ايه. مفيش حاجه واضحه، حتى الصفقات كل صفقه فيهم لعيب اسلوبه مختلف عن التاني، ولعيب متفوق في حته ثانيه خالص. فانا مش فاهم ايه الهدف. يعني اولا انت كده بتظلم المدربين. ليه؟ مين مدرب لو جبت بيب جوارديولا مع 11 مش عارفين بعض، انت محتاج موسم او موسمين
عشان تبتدي تعمل توليفه بينهم. اولا الوقت ده مش في صالحك لانك نادي كبير، الجمهور بيطالبك بحاجات. ثانيا انت بتصرف ارقام كبيره جدا، عايز عائد للكلام ده. ثالث حاجه، انت طول ما انت عمال تشتري صفقات جديده وعمال تدمر اساس الفرقه، يعني فين اسبليكويتا، فين كوليبالي، فين كانتي، فين الناس دي؟ انت دمرت اساس فرقه. حتى ستيرلينج اللي ابتدى كان يظبط نفسه مش عايز تلعبه وعايز تمشيه. فانت ضيعت وقت، ضيعت فلوس، بتضحي بمدربين. مين مدرب ساحر يجي يمسك لك ال 40 لعيب دول يظبطهم مع بعض؟ حتى باين في الملعب كل لعيب بيستلم الكوره في وادي لوحده. مودريك، بادياشيل، جورجينسن، كله. لافيا وكاسيدو في نص ملعب يلعبوا مع بعض. انزو فرنانديز قلب رقم 10 مره واحده عشان يبقى قدام مع جاكسون والناس دي. كل لعيب في وادي لوحده. عندك لعيب في الباك الشمال ده، انت غير انت مشيت مش عايز شيلويل ومش عايز ستيرلينج بتدور على فرق. كوكوريا بعد ما كسب اليورو راح غنى على لعيب اسمه هالاند. اصلا النرويج ما كانتش في البطوله، يعني واحد كسب يورو راح يغني على واحد هداف الدوري ومش معاه في البطوله اصلا. هالاند خايف مني وما اعرفش ايه. انت شايف انت بتتعامل مع ايه؟ انت عايز مدرب كمان احنا مش عارفينه اسمه انزو ماريسكا يجي يتعامل مع الناس دي وينجح؟ اللي بيحصل في تشيلسي مش طبيعي. كل واحد فيهم لوحده حلو، بس دول على بعض ما ينفعش. تشيلسي بيضيع وقت كبير جدا. حتى الشوط الثاني المفروض يطلع جاكسون وينزل بيدرو نيتو ويدخل نكونكو في نص في الهجوم، راح بيطلع نكونكو ونزل بيدرو نيتو. هو انت عايز تعمل ايه؟ الفريق ده عايز يوصل لايه؟ ما المدرب معذور برضه. وحظ تشيلسي ان ال10 جولات الجايين حنينين شويه بعد السيتي. ده حتى كلام من الناس اللي في الفانتزي يعني. بس طبعا انت مش هتعرف تجيب مين فيهم، يعني هو مين هيلعب في دول ولا مين هيتنيل في دول. وطبعا بنعمل كلام على الانجليزي والفانتزي، فكل اسبوع انا هوريكم تشكيلتي انا وكابتن فوده ونشوف ايه اللي بيحصل كده ونقول بعض النصائح الفانتزي. بس مش المره دي، من المره الجايه بس هنوريكم التشكيلتين. ادي كابتن فوده. كابتن فوده اداء بدايه كويسه، بدايه ممتازه كمان، حاطط صلاح وساكا ومعرفش ايه، مدلع نفسه. نيجي بقى عن تشكيلتي. ادي تشكيلتي، موضوع مخيش حبتين. يلا على الموضوع اللي بعده. نخش بقى في الموضوع التاني وهو كاس مصر والزمالك والاهلي. بص يا سيدي، بعد ما قعدنا سنه وشهر واسبوعين في الدوري جينا افتكرنا الله ده في كاس مصر ما اتلعبش. مثلا ناقصنا نص النهائي، ناقصنا النهائي، ده ناقص لنا دور ال16 ودور ال8 ودور نص النهائي والنهائي. دول على الاجنده اسبوعين 3 ماشي، المفروض يتلعبوا على الموسم كله. بس احنا لا، احنا مستنيين للاخر. طيب يا سيدي، طيب نلعب الكاس السنه الجايه، ما احنا بنعملها كل مره. طلع ان في خطاب من الفيفا اتبعت من كام شهر للاتحاد المصري ان مش هينفع افتح لك القيد غير لما تخلص دوري او كاس، او تلغيهم هما الاثنين. فطبعا احنا مش هينفع نلغي لان الكاس عليه عقود رعايه. طبعا شركه عبور لاند وشركه زيت هنيه هيتخانقوا، عايزين فلوس، عايزين معرفش ايه، الانديه هتفلس والكلام ده كله. فهنلعب كاس مصر. مين انسحب من كاس مصر؟ الاهلي. قال لك والله انا مش هقدر، اللعيبه هتموت مني، انا عندي 500 بطوله، عندي انتر كونتيننتال وعندي الكلام ده كله. فالاهلي انسحب، والعقوبه ايه؟ انه مش هيشارك في كاس مصر اللي جاي، خصم منه مليون جنيه يعني. فالاهلي جاي في كاس مصر السنه الجايه، والاهلي يقدر ياخد القرار ده لان الاهلي يقدر يغطي التكاليف دي باعلانات، يقدر يغطي يعني هو احسن نادي في مصر. لكن الباقي مش هيعرف يعمل كده. لعبنا كاس مصر ودور 16 الحمد لله زمانه خلص دلوقتي يبقى انا بتكلم، ودور الثمانيه جمعه وسبت تقريبا. بس مش هنا المشكله ومش ده الموضوع اللي انا عايزه. الموضوع اللي انا عايزه موضوع الزمالك. الزمالك يا سيدي لعب بيلعب طلائع الجيش وخسر بركات الترجيح، ودي مش مشكلتي بقى، مش جاي اتكلم عن الماتش اصلا. انا جاي اتكلم على رد فعل الجماهير والاعلام بعد الماتش. تعالى بقى اخدك واحده واحده عشان افهمك وجهه النظر الكامله. جاي يا سيدي قبل الموسم الزمالك كان عنده ايقاف قيد وعنده بلاوي زرقاء، فالجمهور كان شايف ان المعطيات زي الزفت وان هو مش هيقدر يحقق اي حاجه. فدخلنا الموسم الزمالك يا دوب ماشي بناصر منسي وسيد نيمار ومعرفش مين والكلام ده كله. جه الزمالك وصل لشهر يناير، جاله حسين لبيب، خلاص مشاكل مرتضى منصور اتحلت وكل ده اتحل، وعرف يفك القيد، وجا عبد الله السعيد والحل اللي احنا عملناه عن الزمالك. فجينا اتحط هدف جديد، طالما جبت عبد الله السعيد والناس دي اقدر اشم نفسي شويه واقدر انافس كونفدراليه. فاتحط الهدف ايه؟ والجمهور كان شايف الكلام ده كله، والاعلام كان عارف ده كله بالاداء في الدوري، ان السكواد مش قد كده ومحتاجين تدعيمات ومحتاجين كل حاجه. فالهدف اتحط ان شاء الله اكسب كونفدراليه وربنا يحلها.
والكل كان متفق ان ده هدف الاداره وكل الكلام ده. جينا بعد الكونفدراليه الزمالك قدر يكسب وعملنا الحلقه وكل تمام، تحس ان خلاص ان الزمالك كسب الكونفدراليه، حقق اللي هو عايزه. الدوري الزمالك طبعا عارف انه مش هيعرف يسد مع الاهلي ولا بيراميدز، فالزمالك باع الدوري وباع القضيه. فجينا على اخر شهر الزمالك قعد اللعيبه الكبار كلهم واداهم اجازه خلاص، والاهلي عمل نفس الحوار وكله عمل نفس الكلام ده. طبعا اللي بيحصل ده جريمه من عامر حسين. انا عايز اعرف هو عامر حسين مبسوط باللي بيتفرج عليه؟ لا، مش قادر تزحف. امبارح المنظر في ماتش الزمالك وطلائع الجيش وماتشات كاس مصر كلها، المنظر فضيحه، اللعيبه مش قادره تشيل رجليها على الملعب. فالمهم الزمالك قرر يكمل بالناشئين. فالزمالك لما كمل بالناشئين كمل، وطبعا متوقع انك مش هتاخد حاجه، فالزمالك خسر كاس مصر. كل ده بقى اللي انا بحكيه لك ده مش مشكلتي، والانسحاب من الاهلي اللي هو الزمالك ينسحب من ماتش الدوري في الاهلي، كل ده كان باين ان في من اداره والجهاز الفني واللعيبه تسليم نمر لكل حاجه من بعد الكونفدراليه. انا مسلم نمر من كله، جميل، يعني الاداره متفقه على كده وكله متفق على كده، والجمهور شايف ان اللعيبه ما تجيبش الكلام ده كله. فالمهم الزمالك خسر. شوف بعد اللي قلت لك ده كله، يعني الزمالك مسلم نمر وخلاص بياخد بالمنطق والعقل اللي رايح للعيبه كلها عشان كاس السوبر الافريقي، ويبقى في تكافؤ بينه وبين الاهلي اللي مريح وعنده اصلا تدعيمات، والاهلي لسه بيشتري من رمضان وبيشتري اشرف داري وبيشتري يحيى عطيه الله. فانت طبيعي لما يكون عندك عبد الله سعيد ودونجا بس وشويتين كده، طبيعي ياخد اجازه. فالزمالك ريح كله ونزل بالناشئين. الزمالك خسر. شوف اللي حصل امبارح على السوشيال ميديا، غير طبيعي وغير مفهوم من الاعلام. هو فين الزمالك؟ الزمالك ازاي يخسر؟ ده الاهلي ساب البطوله ومشي، الزمالك هيكسب امتى؟ و اكن كل اللي حصل الفتره اللي فاتت كان اي عبث. كان كل اللي بيحصل الفتره اللي فاتت مش مهم. احنا اللي خسرنا نهدم المعبد زي الاولمبياد. عملنا اولمبياد محترمه 10/10، جينا خسرنا من المغرب. يا لهوي ده جيل مش نافع، المدرب راح فين، اللعيبه راحت فين وما اعرفش ايه، اصل عامر حسين الاهلي ما وافقش، اللي مش عارف ايه. اللي حصل امبارح غير منطقي بالمره. عارف ايه الفرق بيننا وبين بره؟ الفرق بيننا وبين بره ان بره الكل عارف اهداف النادي، والكل عارف 1+1=2. انا كاعلام بتحلل بكلام منطقي، مش بلعب على وتر الجمهور. مش عشان الزمالك خسر والجمهور متعصب اجي انفض فيه واجي اقعد اقول اصل فين اللعيبه واحرق دم الجماهير اكتر. يا جماعه لو اتعاملنا بالورقه والقلم واهداف الفرقه والجمهور وكله عارف اهداف الفرقه صح، كنا هنستريح. مشاعرك وعشمك جوه 90 دقيقه، بره ال 90 دقيقه ارجع للمنطق، ارجع للعقل. انا فين؟ اولوياتي فين؟ معطياتي فين؟ الزمالك لو نزل كاس مصر بالاساسيين مش هيلاقي حد يلعبهم قدام الاهلي. امتى بقى تحسب الاداره؟ في الهدف الجديد، لان الهدف القديم هو اصلا محققه. مين قال لك ان الزمالك كان عايز كاس ولا دوري؟ الزمالك كان عايز كونفدراليه واخدها، واحمد ربنا انه اخدها، لان السكواد ده ما يجيبش حاجه. امتى بقى تزوم عليه؟ الفتره اللي جايه. ليه؟ انت عندك كاس سوبر افريقي وكاس سوبر مصر ده اللي في خطتك. انت عامل الخطط دي كلها والانسحاب من الاهلي والراحه دي كلها عشان الماتشين الجايين. يبقى انت كلعيبه، قصدي كجمهور وكاعلام، تزوم على الاداره امتى؟ لو ما جاش باك شمال، لو ما جاش صفقات في خلال ال8 ايام الجايين وسوق انت هتقفل، لو ما قدرتش تحقق اي ماتش من الجايين دول وتكسبهم وتاخد بطوله، هنا هتزوم وهنا هتطلع تشيط. انك تطلع تشيط من فرقه نازله في كاس مصر وانت اصلا عارف ان انت لامم الفرقه دي ب2 قرش، وفريق صاحب ملايين الدولارات، الاهلي اللي يقدر يعمل كل حاجه وعنده 50 فرقه اصلا انسحب. يعني الفريق سابها ومشي وانت بسندوتشين كبده منتظر تكسب كاس مصر، يبقى انت اللي عندك مشكله. بس ده كان كل اللي عندي، ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ويلا سلام.